ده الملك نعرمر. كلنا عارفين ان هو موحد القطرين. يعني ايه موحد القطرين؟ يعني واحد شمال مصر وجنوب مصر بعد ما كانوا متفرقين. بس اللي الناس ما يعرفوش كتير ان وقتها مصر ما كانتش منقسمة فقط لشمالا وجنوبا، ولكن كانت منقسمة الى اقاليم كتيرة ومشتتة في كل اتجاه. ليه بقى؟ لأن وقتها حكام الأقاليم كانت ليهم سلطة عالية جدا على الشعب. وبرضه لازم تكونوا عارفين إن وقتها كان في غزاة كتير دخلوا مصر من كل مكان، من الشمال، من الجنوب، من الشرق، من الغرب، من كل مكان. ووقتها الغزاة كان ليهم كلمة مسموعة زيهم زي الشعب بالظبط، وكان حكام الأقاليم بيسمعوا كلامهم. فاللي حصل إن الملك نعرمر لما حب إن هو يوحد مصر ويخليها دولة حرة مستقلة، أول حاجة عملها إن هو حارب الغزاة دول. بس تفتكروا إن الملك نعرمر كان بيحارب الغزاة لوحدهم؟ لا، ملك نعرمر كان بيحارب الغزاة والمصريين الخونة، لأن كان في ناس بتبقى مش عايزة تطلع الغزاة دول من مصر. وده لأن كان في مصريين خلاص أخدوا على وجود هؤلاء الغزاة، فكان بالنسبة لهم إن إحنا كده لا، حرام، إحنا إزاي نمشي الناس دي بعد ما بقوا جزء مننا، بعد ما بقوا حتة مننا، بعد ما بقوا اخواتنا. خدوا بالكم انا بقول لكم الكلام ده ليه، عشان بعد كده في اخر الفيديو هتعرفوا انا ليه ببدأ لكم الموضوع من تحت 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 قوي، من اول التاريخ. بعد كده يا سادة، مصر بقت حرة مستقلة وبقت أول دولة سياسية في التاريخ يتعمل لها سياسة خاصة بيها على يد الملك نعرمر. جينا بعد كده بقى جه عصر بناة الأهرام والعصور القديمة، الدولة الأولى والتانية والتالتة والرابعة والخامسة، وحصل عندنا انفتاح جامد جدا في مصر القديمة الجميلة. ولكن برضو في العصور دي يا سادة لازم تعرفوا إن المصريين ما كانوش عايشين في أوقات كانت فيها رخاء وكان فيها استقرار، وإنما للأسف الشديد برضو كان في غزاة بيحاولوا يدخلوا مصر من كل اتجاه. بيننا الأهرامات، أسسنا الدولة القديمة، عملنا أحلى حضارة في الدنيا. يلا بقى يجوا بقى اللي نفسهم ياخدوا حتة من مصر يدخلوا مصر تاني ويحاولوا انهم يشتتوها تاني. نيجي بقى بعد كده من اول الاسرات اللي هي التاسعة والعشرة والحداشر، تبدأ مصر تتفكك من جديد. ليه؟ لان الغزاة بيدخلوا من جديد. مين الغزاة دول؟ الافارقة الزنوج، الشوام، الليبو من شمال مصر مثلا، من عند الشرق كده اللي هم الشوام، ومن عند الغرب اللي هم الليبو، ومن الجنوب طبعا الافارقه الزنوج، اللي حاليا للاسف الشديد بيحاولوا على قد ما يقدروا انهم ينسبوا تاريخنا احنا ليهم. ظهر في الأسرة ال 12 ملك عظيم اسمه الملك منتهتب الثاني. الراجل ده عمل إيه؟ عمل نفس اللي عمله الملك نعرمر في الأسرة الأولى، وحد القطرين للمرة الثانية. ولكن برضو زي ما بنقول ما اسمهاش قطرين فقط، وإنما هو وحد كل أقاليم مصر، ورجع تاني مصر حرة مستقلة، دولة حرة مستقلة بدون غزاة. وأول حاجة عملها إن هو بنى حصن جنوب مصر علشان خاطر يمنع دخول الأفارقة الزنوج تاني لمصر. خدوا بالكم إن أكتر ناس أذت مصر هم الأفارقة الزنوج. كمل المسيرة من بعده في حماية مصر الملك سنوسرت وأولاده والملك أمنمحات وهكذا، وكل الملوك دول حاولوا إنهم يحافظوا على استقرار مصر ومحدش يدخلها تاني من الأفارقة بالذات. ولذلك الملك سنوسرت ساب لوحة كبيرة جدا مكتوب عليها: ليس ابن وليس من صلبي من لم يدافع عن حدود البلاد. وكتب جملة مهمة جدا 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 لازم تكونوا عارفينها. قال: علمت بأن الأفارقة السود ليسوا بقوم أشداء ولكنهم ضعفاء الأنفس وأغبياء. بمعنى ان هو عاوز يقول لنا يا مصريين، الافارقه شكلهم وهيئتهم تخوف، شكلهم بعضلاتهم الضخمه وهيئتهم الضخمه دي ما تخوفكوش، هم منظر على الفاضي، ناس منفوخه على الفاضي. الناس دي ما عندهاش عقل يفكروا بيه، الناس دي عايزين ينهشوا وياكلوا في الدولة بأي طريقة. هم جايين لا عندهم خطة يسرقوا بيها مصر، ولا عندهم عقلية عسكرية ان هم يحاربوا بيها، ولا اي حاجة. هم همج دخلوا على مصر عايزين ياخدوا منها وخلاص، بس كده. ودي كانت وصية الملك سنوسرت الثالث للمصريين من بعده، لكل المصريين، مش بس المصريين القدماء. هل مصر استقرت خلاص؟ برضو لا، للأسف الشديد دخل تاني الغزاة من كل اتجاه وحاولوا انهم يسرقوا مصر، ولكن المرة دي ما كانوش بس من الجنوب ولكن كان من شمال الشرق. دخل الهكسوس. عملوا ايه الهكسوس؟ اخدوا جزء كبير من شمال شرق مصر وقعدوا فيه، استقروا في المكان ده.
قالك بس احنا خلاص المنطقة دي بقت بتاعتنا احنا، وطلعوها من حسابات مصر نهائي. وطبعا كلنا عارفين قصة الملك الباسل العظيم سقن الراع، اللي هو أول واحد حارب الهكسوس بعد ما جه المصريين من شمال مصر يترجوه ويستنجدوا بيه إنهم يحاربوا هؤلاء الغزاة عشان خاطر كانوا بياخدوا أرض مصر قوة واستقدارا من المصريين. خلاص احنا اخدنا المنطقة دي، تبقى المنطقة دي كلها للهكسوس فقط وليست للمصريين، مش عايزين معانا مصريين. بس برضو كان بيتعامل معاهم مصريين. اقول لكم على سر قد كده، المصريين اول ناس وقفوا ضد الملك سقن الراع عشان خاطر ما يحاربوش الهكسوس. ليه بقى؟ قالك دول بقوا مننا، ده احنا بينا وبينهم تجارة، احنا بينا وبينهم مش عارف ايه. وبالفعل الملك سقن الراع حارب الهكسوس، ولكن مع الأسف الشديد ان هو استشهد في الحرب وتم قتله بشكل بشع جدا جدا جدا. بس هل المصريين استسلموا؟ لا طبعا. جه من بعده ابنه الباسل الشهيد كاموس، كمل من بعده المسيرة، وبرضه للأسف الشديد استشهد في الحرب في سبيل ان هو يحمي مصر من غزاة قعدوا في البلد دي. جه من بعدهم طبعا، وطبعا عارفين القصة الشهيرة ان الملك احمس هو اللي طردهم شر طردة في الاخر. بس انا عايزة اقول لكم على حاجة. عارفين ايه سبب ان الملك سقن الراع والملك كاموس اتهزموا مرتين في الحرب؟ للأسف الشديد كان فيه خونة مصريين بينقلوا كل أساليب الجيش وكل التمرينات بتاعة الجيش والتخطيطات اللي كانت بتحصل في جيش مصر لما كانوا بيتدربوا عشان خاطر يروحوا يحاربوا الهكسوس. كان في مصريين بيروحوا يشوفوا اللي بيحصل ده وينقلوه كله لحاكم الهكسوس في الشمال. بس لازم تكونوا عارفين حاجة، الملك أحمس لما حارب الهكسوس تاني، لا مش تاني، تالت، لما حارب الهكسوس المرة التالتة بعد والده وأخوه، ما كانش بيحاربهم لوحدهم، كان بيحارب معاهم المصريين الخونة اللي كانوا واقفين مع الهكسوس. طردنا الهكسوس خلاص، مصر بقت مستقرة وجميلة، يعني شوية صغيرين. برضو يدخل لنا الغزاة من كل حتة يقعدوا في مصر ونقعد احنا نحاربهم. يا عيني عليكي يا بلدي، ياللي مفيش سنة بتعدى عليكي ولا حقبة زمنية تعدى عليكي غير لما نبص نلاقي الذباب من كل حتة داخل في مصر عشان خاطر ياخد منها حتة. في ايه؟ كأن مصر دي تورتاية وكل واحد عاوز ياخد نصيبه منها خلاص. ايه اللي يحصل بقى يا حلوين؟ بعد ما يعدي بقى عصر الإمبراطورية والعصر العظيم للملك رمسيس والعصور الجميلة دي كلها، يدخل تاني أفارقة السود ويتمكنوا من الحكم في مصر لمدة حوالي من 10 ل20 سنة، اللي هم الأسرة الكوشية اللي حكمت مصر في الوقت اللي هو عصر الأسرة 25 على طهرقة. برضو سود. خدوا بالكم ان اللي كان بيحاول ان هو يهز استقلال مصر من قديم الزمن هم اللي احنا مسمينهم النهاردة ضيوف. طبعا بعد كده الغزاة للأسف بدأوا ان هم يشتدوا على مصر، ومصر بدأت تقع واحدة ورا واحدة ورا واحدة لحد ما للأسف الشديد سقطت مصر القديمة. يعني يا مصريين أنا بحكي لكم الحوار ده كله علشان تعرفوا إن نفس اللي موجودين النهاردة في مصر هم اللي كانوا بيحاولوا يدخلوها في السنين اللي فاتت دي كلها على مر العصور، من أول أو من بداية العصر القديم إلى يومنا هذا. هم اللي بيحاولوا إنهم ياخدوا قطعة من مصر. في فرق بقى صغير، الفرق ان هما لما كانوا بيدخلوا كان الحاكم بيبذل اقصى جهده عشان خاطر يطلعهم، اما حاليا وللاسف الشديد بيدخلوا بامرنا احنا. مش بامرنا احنا يعني انتوا عارفين انا قصدي على ايه. خلاصة الموضوع ده يا سادة ان انا عايزة اقول لكم ان مصر للاسف بتمر بحقبة زمنية تبكل نفس الحقبات اللي مرت بيها أيام ملوك مصر قديما، وهو وجود الغزاة داخل مصر.
بس للأسف اليومين دول اسمهم اتغير، ما بقوش اسمهم محتلين، بقوا اسمهم ضيوف. لذلك انا ليه قلت لكم ان الملك احمس والملك نعرمر لما جه يحارب ما حاربش بس الغزاة وانما حارب كمان معاهم المصريين، لان دلوقتي كمان في مصريين بيحاربونا احنا كشباب بنحاول ان احنا نحافظ على تاريخنا. التاريخ بيعيد نفسه بحذافيره، التاريخ هيفضل يعيد نفسه لسنين طويلة لحد آخر الزمن، لحد الدنيا ما تنتهي. احنا في حقبة زمنية زي ما قلت لكم كده، نفس الحقبات اللي كانت أيام قدمائنا المصريين، بس الفرق إن للأسف الشديد هم داخلين بمزاج اللي ماسكين البلد، إنما زمان كانوا بيدخلوا غصب عن اللي ماسكين البلد. الفكرة بقى ان احنا لما نقول يا مصريين حاولوا ما تتعاملوش معاهم، يا مصريين دول غزاة، يا مصريين دول اصلا سبب وقوع مصر قديما في كل العصور. ليه انتوا بتحاربونا؟ ليه تقعد تقول انا مبسوط ان هم موجودين عشان خاطر يحرقوا في دم الشباب اللي مسميين نفسهم قوميين وكميتة؟ بعيدا عن المسميات دي، بطل غباء وفكر بعقلك، خلي ده يشتغل. بطل ان انت تقعد تنسب نفسك لناس تانية وتقول لأ انا ما يشرفنيش ان انا مصري، انا لازم اكون مش عارف ايه، انا عربي، انا. انت لما بلدك تقع انت مش هيكون لك قيمة، انت هتنضرب بالجزمة في كل مكان. وطنك هو شرفك. هو مش برضو يلي عامل لي فيها متدين قوي؟ انت ما تعرفش ان حب الوطن من الايمان؟ ما تعرفش ان من قتل دون اهله فهو شهيد؟ واحنا اهل الارض دي. انت ما تعرفش ان احنا لازم نحافظ على ارضنا؟ من الاخر للاسف الشديد الوقت اللي احنا فيه ده مش هيعدي بسرعة، اللي قاعدين في البلد هياخدوا وقت طويل جدا لحد ما يخرجوا منها. لما يخرجوا هنكونوا احنا خلاص ما بقيناش على وش الدنيا، ده بعد جيل او جيلين او 3، لانهم للاسف متمكنين بشكل بشع، وبرضه متمكنين بأيادي اللي ماسكين البلد. أنا عارفة إن إحنا بنحرق في دمنا على الفاضي، ولكن كان لازم أعرفكم إن إحنا للأسف في وقت تاريخي بيتكرر تاني وتالت ورابع وخامس ومليون مرة. زمان كان في الملك سنوسرت، كان في الملك أحمس، كان في الملك نعرمر يخلص البلد من هؤلاء الغزاة. أما دلوقتي فحدث ولا حرج.